يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة القادمة في نهائي كأس السوبر المصري أمام نادي بيراميدز بصفته وصيف الدوري المصري للموسم الماضي، وذلك بعد إعلان نادي الزمالك عدم المشاركة في المباراة. وسيلتقي النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل 5 مايو في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية. وتعد هذه أول مباراة تجمع بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري. وانتهت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر في إبريل الماضي، وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. وفاز النادي الأهلي بالنسخة الماضية من كأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم المصري محمود البنا لإدارة مباراة السوبر القادمة بين الأهلي وبيراميدز. ويسعى النادي الأهلي لتعزيز رقمه في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد حصده اللقب 12 مرة من قبل، بينما يطمح بيراميدز بتحقيق أول بطولة في تاريخه.